تعرف إن إيميلاتك أو حساباتك ممكن تكون متسربة على الإنترنت وأي شخص يقدر يلاقيهم وكمان يستخدمهم ويدخل على حساباتك وأنت ما تعرفش؟ طيب إزاي حاجة زي كده ممكن تحصل وإزاي ممكن أمنعها؟ تابعوا معايا الفيديو الآخر وأنت تعرف. وده ممكن يحصل عن طريق تسريب البيانات اللي بيحصل في الشركات الكبيرة أو حتى المواقع اللي بتسجل عليها بإيميلك وبياناتك الشخصية. وكلنا طبعا سمعنا عن التسريبات اللي حصلت الفترة اللي فاتت في الشركات الكبيرة زي فوري وسويفل وأوبر وغيرها من الشركات التانية الكتير اللي حصل تسريب لكم هائل من بيانات العملاء بتاعتهم. اتسرب من الشركات دي بيانات لملايين من العملاء زي حساباتهم وأرقام تليفوناتهم وعناوينهم، والأخطر من كده كمان حساباتهم والكروت البنكية بتاعتهم. والتسريبات دي كلفت الشركات خسائر بالمليارات. طيب تعرف ان انت ممكن تكون البيانات بتاعتك كانت من ضمن التسريبات دي وانت متعرفش؟ وده في حالة ان انت كنت عميل للشركات دي، يعني بتستخدم تطبيقاتهم او حتى مسجل في المواقع بتاعتهم. وفي حالة لو حصل تسريبات ليهم فبياناتك بتكون من ضمن التسريبات دي. طيب